يرضيك سيدنا، الله يطول لك العمر، واحسن مليك في العالم. هذيك مانيش عارف. في الجزائر وانت ما كاينش الجزائر، ومرة تيشوفوا الخبزه في الاشهار ويلي تيشوفوها في التصاور وماشي. الحمد لله الرزق ديال الله عز وجل اللي عطانا ربي، اللي عطانا الله. بحال 3 دراهم خبزه ب3 دراهم. خبزه قداش؟ شو خبزه قداش؟ تبارك الله ب3 دراهم. لا حول ولا قوة الا بالله. دور والله حتى الخير الحمد لله. يا سلام. او هذه ب3 دراهم. 3 دراهم. احسن دوله هي دوله المغرب. سأعالجك. اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. واش اخباركم ان الشركات اللي كتبيع لنا الطحين كتطحن فيه الورق والكرتون؟ اجلده. يعني اي مغربي كياكل الخبز من المخبازه او كيطيبه في الدار راه كياكل الورق مطحون. اجلده. وهذا الشيء هضره ديال رئيس فريق البان في البرلمان. اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. ولكن داكشي دعم القمح اللي كيدي 16 مليون ديال الدرهم، شكون اللي كيمشي هاد؟ راه با دو كونترول. انا كنعرف هادشي، راه كاين اللي كيطحن غير الوراق. اجلده. خص يكون اجراءات ردعيه. راه 16 مليار ديال الدرهم باش نعطيو راه داك الدقيق اللي كنديرو حنا شكل من الدقيق الوطني، الدقيق المدعم، راه خصكم تشوفوه. راه بعض المناطق راه ما تاكلوش. دابا هذا الشيء راه خطير بزاف، كيفاش المغاربه كياكلوا الكرتون والوراق مطحونين مع الدقيق. ديرها طربه هنا نسمع اللقطه نتاعنا. المغاربه كياكلوا الكرتون والوراق مطحونين مع الدقيق، ربما اكثر. وهذا يحصل الدقيق المدعم من الفوق. واش كاين شي مراقبه؟ مازال جيتوا تشوفوا، مازال يا وليدي يا يما دروعك مليح. شغل الفيديو يا خليفه. خطة جزائرية سرية لضرب المشروع المغربي العملاق. وثاني. وتبون يستورد منتوجات مغربية بطريقة مفاجئة. وثاني. ومجموعة مسلحة منشقة تعلن الحل الجيش الجزائري. وثاني. ظهور حقيقة الفضيحة الجنسية الخميسات بالجزائر. وثاني. والجزائر تقبل خريطة المغرب بالصحراء الشرقية. وثاني. والجزائر تسرق إنجازات الركراكي. وثاني. تبون يقحم البوليزاريو من جديد بعد طردها من الاتحاد الإفريقي. وثاني. وبناء أطول جسر في الصحراء المغربية. وثاني. تبون يأمر بفتح الحدود مع المغرب وإرجاع المغاربة. وثاني. والجزائر تستعين بالذكاء الاصطناعي لضرب المغرب. وثاني. فرنسا تطرد مدرب المنتخب الجزائري من أولمبياد باريس بسبب السرقة. وثاني. والشعب الجزائري يرفض ترشح تبون للانتخاب. وثاني. تبون يجلب سرا مواطني دولة أخرى للتصويت له في الانتخابات. وثاني. والقوات المسلحة الملكية تتوجه نحو المنطقة العربية. وثاني. إثيوبيا تبدأ الاعتراف بمغربية الصحراء. وثاني. وطرد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي. وين اش غنديرو ما نديرو. ديروا ابينو. العسكر الجزائر والله العسكر ديال الجزائر. شوف انا نضربك، شوف نريك برميك سمبوسه. انا خدام في ديك الكوزينه كنطيب لهم الماكله ونغسل دوك المعن. والله ما سمعتك. انا خدام في ديك الكوزينه كنطيب لهم الماكله ونغسل دوك المعن. هي نضحكوا كامل هي. وكيجي كيقعد معايا قال لي انت يا خطير، نتايا قال لي نتايا راه خاصنا نمنعوا عليك كاع الشبيبه اللي يدخلوا هنايا لهذا المستشفى، خصنا يتلاقاوش معاك. قلت له علاش؟ واش انا ياك الكوزين هنا؟ قال لي لا انت هاد الحملات اللي عندك، هاد الحملات اللي كدير على المغرب وكنسمعهم منك، هذه راه خطيره جدا. راه الا سمعوك صحاب الامن ديالنا راه غيكون كلام اخر. دير في روتونسيون، دير معايا لاني انا ساجين و كنطيب تمايا في العدس ديالهم الكداري والغسال هاد الموان وكذا، ولكن عرفني انا ذكي، عرفني انا جندي مغربي غادي نفهمو مزيان. سمعت عليك الهضره مع عند ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق. قالوا لي باللي هذاك الكذباوي اكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه. تفضل احكي. وانا راه كيعرفوني كاع القياده ديال البوليزاريو، نتمنى يشاهدوني وراه كيتبعوني، وهذا راه كنعرفهم بلا كيتغدوا. شوفوا القياده ديال البوليزاريو بما فيكم جميع اللي في المخيمات. هذا هو جلال السميده، نعرف عمر منصور، وثاني
سالم البصير، وثاني محمد عبد العزيز، وثاني ابراهيم بن بطوش، نعرفكم كاملين. وانا اشتغلت معكم واخترقت المخابرات الجزائريه، اخترقتها. جاتني الفرصه على انني غادي نخترق 6 العناصر ديال المخابرات الجزائريه في مخيمات العيون، وبالاخص في ولايه العيون اللي كان فيها مسؤول عليها عمر منصور. شوف يا سيدي ما دراك بالرجاله. كي درتي؟ كي درت؟ صعيب عندك هذا الشيء السي. هذا راه عسكري مغربي، هذا راه عسكري مغربي ولد الحسن الثاني. انا التربيه ديال الحسن الثاني، انا التربيه ديال الحسن الثاني. جنود المغاربه داوني غادي نكوزن هذا الوالي، قال لهم جيبوا لي الاسير جلال السنيدال اللي كان كوزيني في المستشفى. حنا قلنا كانوا دايرين نكاء بحال العبد، بحال العبيد. يرحم باباك. الله. داوني من الحبس غادي ندير له كوزيني نطيب له. عنده 34 ديال الدارك، ما يسمى بالدارك، غير الشفاره، غير القتاله. وعنده 12 واحد امنيين، جهاز الامني هادو اللي معاه في الولايه. وعنده الكتابه ديالو فيها 5 ديال الناس. وهو والوفود ديالو اللي كيجيو. وغادي يدير انا وغادي يلبس لي طابليه بيضاء بحال ديك لاشيميز ديالك اللي لابس. وغادي يعطيني سروال وصباط، وغادي يقول لي راه غادي يجيو الوفود هنا ديال ايطاليا، وانتايا ما عليك غير التزم الصمت ودير اتاي. اخترقت المخابرات الجزائريين بكيسان ديال اتاي. والله العظيم كتحسبني هذا غير جندي الماني كيفاش وانا كان ليا شرف نكون مغربي وندير هاد العمليات. والله العظيم، والله وافتخر بذلك. جا وفد ايطالي غادي يديروا مشروع تما ما يسمى مخيم العيون. غادي يديروا واحد المشروع، وكاين المخابرات الجزائريين 6 بالكوستيمات ديالهم. وكاين عمر منصور، وثاني وكاين ابراهيم سالم، وثاني وكاين هادو الولات ما يسمى بالولات. بسرعه السي جلال لنا باقي لنا غير شي دقائق. دخلوا للقاعه وانايا كندير غير اتاي، ودوك الكيسان ديال الوخ الصغار كيسان صغيرين، وكنكشكش لهم الكيسان. ومن الديبار ملي جاو سربيتهم واحد بواحد، كنفوتهم واحد بواحد. سامحني انا ما نشوف المسلسل ديالكم، انا نشوف غير الاشرطه تاع الهوايج، سبوعه ودبوعه. وانا كندير بحال داك الفهد اللي كيكون غادي يصوتي على شي فريسه ديالو. انا عسكري مغربي، انا هكذا داير، واخا في الحبس ما نطيحش الارض، لخاطر ربي عطاني واحد القوه واحد الايمان، وحتى في الفكر ديالي وكارت ميموار ديال دماغي انه عسكري كنتبت على الحوايج. غير شنو هو المحابس اللي معايا العسكر كيقولوا لي شوف يا جلال دير فيها روتونسيون، عندك تغلط. والله ما سمعت. دير فيها روتونسيون، عندك تغلط، راك تغلط غتخلصها يقتلوك. دير ديما في روتونسيون، دير راسك دمدومه ما عارف والو، غير حط غير راسك الارض وقول غير واه. وداكشي اللي كنت كندير حتى انايا، صافي غير واه، ما كنقولش لا غير واه. شوف يا سيدي ما دراك بالرجاله. وكندير الكيسان ديال اتاي وانا قاعد معهم في القاعه ولابس طابليه بيضاء، وكنسلطهم البرنامج ديالهم من اللي بدا حتى للنهايه، حتى الامضاءات. حضرتي في كل شيء. والله العظيم. وهما ما عرفونيش شكون انا، شكون اللي عرفني شكون انا؟ الا الكتابه ديال داك الوالي، وداك الوالي براسو هو اللي عارفني. كاملين حاضرين وانا في وسط منهم. انا غير ملي كنشوف شي واحد غادي يرد لي الانتباه هكا ندير براسي ما كانش عادي، كانت هنا وكنسربي لهم الكويسات ديال اتاي. وين في 2016 انا مشيت وشدك شي بعويناتي بالله راجل تزوج مع راجل وهداو ليه راجل باقي صغير، زميح باقي صغير. والله ما سمعت. زميح باقي صغير ما داي مسكين ما جاي في الدنيا، يلاه قال بسم الله وناض وهداو ليه الولد. والفلوس دارت صحيحه، راه خلينا سحبك 10000 هذه راه دايره حتى 20 مليون 30 مليون. ودخلنا لواحد الدار مجنبه ما كايناش وسط سيدي علي، بعيده دار كرينه. ملي دخلت دخت بانوا لي هذاك الشيء الناس لاباس عليهم، الفلوس والحلاوي والدجاج واللحم والبيره. واحد الويسكي انا ما عمري شفتو تماكي، واحد الويسكي انا ما عمري شفتو تماكي.
لا تيجاني توسوس. لا سيدي عليك كيشربوا فيه الناس. انا ملي بداو هما كيلوحوا الفلوس وداكشي ضغط هربت. انا كنت مفوته علقت ما كملتش معاهم. صبر نكذب عليك. ملي ولا راجل يدخل يتقب راجل استغفر الله يا ربي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يعني ما خصهمش يبقاو عندنا هادوك. راه يخسروا لنا وليداتنا، يخسروا لنا مجتمع، يخسروا لنا عيالاتنا. لا ولا راجل تيبغي راجل. فين كاين هادي؟ شاب هذا الموسم والشيم كي دايرين راجل تغالط لك مع مرا. وهذوك اللي هاجموني يخافوا ذاك الموسم لا يحيدوا ما ياكلوش الخبز. والله ما سمعت. يخافوا ذاك الموسم لا يحيدوا ما ياكلوش الخبز. هذاك ملي هاجمني تا هو راه بحالهم. يعني ما بغاش يقول الحقيقه اللي كدور تما. لا الراجل اللي كيلبس اخويا حوايج المراه وكيحني حنات المراه ماشي وليا، ولكن هذا السيد اللي هاجمني علاش هاجمني؟ حتى هو بحالهم كيدير داك الطقوسات اللي كيديروا هما الجنون. حيت الجن قال لك كاين واحد الجن تيقولوا ليه اخويا ما عرفتش شنو سميتو كيهديو ليه لوبيا. داك اللوبيا غيهديو ليه ديك الليله باش يدخل عليه الاخر الجن باش يرتاح ينعس. حيت هذاك الجن قال لك ما عرفتش شنو سميتو صنهاجي ما عرفتش شنو سميتو. خصو يشوف ديك الطقوس ديال اللوبيات. واحد تيدير الواحد واحد تيدير الواحد. يا رب استغفر الله يكفينا. واش ديها معك باش هو كيرتاح. حيت كينوضهم قال لك في الليل مع الجوج الليل مع 4 الليل تقول لهم بغيت الدم ديال الراجل انا ما بغيتش ديال الذبيحه. اليوم نقتلوا مجال جيتوا تشوفوا مجال. ما تزعلوش يا شعب المغرب، معلش بس ارجع واقول ده قدركم. من الرباط، من المملكة المغربية الشريفة. الموضوع ديال اليوم لا تشكيلي على الوضع البلاد. تفضل احكي. اختاريت لي هذا العنوان: وقع اختراق ديال الجيل زد. وقع واحد التحول خطير من السلمية إلى الفوضى والعنف. وغادي نبدا بواحد الحديث واحد اللقاء اللي كان لقاء بحال كتقول في واحد المكان. كنت غادي لواحد التسجيل ديال واحد الحلقه اللي دازت يوم امس، حوار اللي كان مع الاخ يوسف بالهيسي حول هذا الموضوع. استغفر الله يا ربي، راح نكفر على الشيطان اللي بعبص فيك هذا. فبالصدفه وانا في المصعد كتجي واحد السيده طلعات بلباس كنعرفوه لباس حديث وكذا، وواحد النظارات سوداء وغيرها. سلمت عليا سي فلان اياه وهي تقول لي واش مازال كتقول المغرب زوين؟ واش مازال المغرب كتقول المغرب زوين؟ هي قصدات فهمت انا قصدات بهذا الدفاع ديالنا، على البلاد وعلى الوحده الترابيه ديالنا، وقصدات بالضبط هذه المساله ديال الحرب الاعلاميه اللي انا مشارك فيها. ما كلنا عارفين ضد النظام العسكري ديال الجزائر. غنقول لها فقط الا كنتي كتعتقدي بان هذيك المساله، هذيك الحرب اللي درنا منذ سنوات مع النظام العسكري كتبان لك بانها راه شي مساله اللي بسيطه، او تقولي باننا حنا راه كنضيعوا الوقت، هذيك هي، او اننا ديك القضيه ديال خوا وانتم راكم كديروا الفتنه بهاد بزاف ديال الحوايج. هذيك هي. غنقول لها في هاد الايام اللي واقع فيها هاد الاحتجاجات اكثر من 45,000 وربما اكثر
حساب جزائري كتخترق ديال المخابرات العسكريه الجزائريه كتخترق الصفحات. هذا قاري العلوم السيكولوجيا والآداب والتاريخ سمعته. صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر بمعنى تغطية إلى حدود الأمس أكثر من 30,000 خبر حسب بعض المعطيات اللي كلها من النظام العسكري على المغرب. الهدف ديالها تحول هذه الاحتجاجات إلى احتجاجات، المسار ديال هذه الاحتجاجات إلى احتجاجات بالدم والنار. ما بدكش بصح قنعتني. أنا نجاوبها الآن. هذا الجواب. تشيكن بانانا تشيكن بانانا تشيكن بانانا. قبل ما نبداو سمعت هذيك الهضره مع عند ناس كبار وهضروا لي فيك غير الخير الحق. قالوا لي باللي هذاك الكذباوي اكبر كذاب في الوقت اللي رانا فيه. طبعا انا بريزوني عند الجزائريين باسكو هما اللي داروا لي الاستنطاقات الى 6 شهور وانا كنتعذب بدون ما يستخرجوا مني ولو كلمه واحده اللي تفيدهم. يرحم باباك. لانني كانت نهايه الحياه ديالي بعد ما طحت بريزوني. وما طحتش بريزوني صحيح، لا طحت بريزوني في حاله غيبوبه. بمعنى لي بال القرطاس اللي دخل لي في الجسد ديالي تصور انبال العدو كيقتل فيك بالكلاش ولكن الروح ما بغاتش تخرج. سبحانك رب العظيم، ربي بغاني نعيش. ولي بال فين في لي بوان استراتيجيين في جسم الانسان. الاولى نحيد اللباس، الاولى هي مازال عندي هنا، دخلت لي في الصدر، جاتني انكليني. لو كان جاتني اون فاس لو كان ما رانيش قاعد معاك في الاستديو. لو كنت تدفنت في وسط الصحراء المغربيه. ولكن بعد ما ربي بغى يطول لي العمر جاتني انكليني، والعدو اللي ضربني شفتو كان الرد ديالو باش يقنصني. شاف 4 ديال البوليزاريو خوتو 1 على 1. بمعنى انا الرصاص ديالي ما كنلوحش رصاص عشوائي، لا، انا جندي مغربي متدرب متكون، خاصني الرصاصات في بلاصتها. الرد ديالو ديال صحابو اللي طاحوا قبالته جاوبني انكليني. بريمير بال تدخل لي بين الضلوع وتبلوكات لي ما بين القلب والباط ديالي، بحال الا داير التباريد. هو التباريد نتاع الله سبحان الله. دوزيام بال غادي تقبض لي لاكويس ديالي، وثاني تروازيام بال غادي تقبض لي لا جامب ديالي هنايا. وهادو كلهم دخلوا للحم ديالي وما خرجوش. ما تكذب هاي تبعوا جبت السيناريو هذا وين يدينا هي. والجزائر شوف، ما انتظر الجزائر بانها غتريب في اي لحظه. وكنرجع لك التقارير القدام كيقول لك ودي المغرب خصو يوجد الخيام على الحدود لاستقبال اللاجئين الجزائريين، والتاريخ بيننا. واش عندك تقول؟ سيدنا هو التاج فوق راسنا، والله يشافي لينا سيدنا، والله يخلي لنا الاسره العلويه. سيدنا تنبغيوه تنحماقوا عليه بزاف بزاف. والله ينشر. قول والله. والله ينشر، الله ينصرو. يا طبطب. واش عندك تقول؟ احتفاء بالمتوجة. انا خاطيني، انا قالوا لي نقول والمتوجين الجدد وبعض قدماء المتوجين الذين عرضوا تجربتهم
المتوجين الجدد وبعد قدماء المتوجين الذين عرضوا تجربتهم نهار اسود ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش تقاسموها مع الوافدين الجدد. ايه ده؟ السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى ففاه وجزمته بقت في دماغه. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. ايه وش عندك تقول؟ وانا مأكد بلا ما راه غدا في هذه عامنا مادام هذا الملك المبروك كيتبع ايش الراجل كيتبع لا تيجاني توسوس وتبارك الله عليكم وشكرا والله العظيم الى المغرب غادي هكا رغم هذا الجفاف وهذه الحرب اللي وقعت. واسمعني نقول لك اسمع، والله العظيم المغرب غادي هكا، والله العظيم الا غادي تفرحوا ببلادكم وعاد تشوفوا المستقبل ديالو كيفاش غادي. حيرني على بالك السماء شوف الناس متخوفه، والجزائر لا تلعب هذاك بالمغرب، لا تلعب شدها الرعده هي وجنوب افريقيا. اللهم صل على حضره النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ وشو ديك هذيك البقايا اللي معاهم وعارفين شوف وعارفين المغرب. نعم عارفين المغرب، عارفين المغرب فين وصل، ولهذا باش جاو يقلبونا على الصداع. استغفر الله. شدوا رواحكم. كتفطر بالجزائر، كتغدى بالجزائر، سون دي مو جويسيف كتستمتع بهم باش نتسلاو شي شويه. نظام الكابرانات شنقريحه جيش الجزائري وسبوه وقيس سعيد ناصر الجن الجزائر ناصر الجن الاتحاد التونسي الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجزائرية تونس جزائريين دراجي بوق. شكون هو الدراجي؟ المنتخب الجزائري دراجي، المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري حفيظ دراجي كابرانات حفيظ دراجي الجزائر حفيظ دراجي المخابرات الجزائري نظام الكابرانات الجزائري الجزائر قوة ضاربة الشعب الجزائري نظام الكابرانات النظام الجزائري نظام الكابرانات كي الجزائر ديال الكابرانات هو النظام. تاكل بنان الموز الجزائر في الجزائر النظام الجزائر المرادير الجزائر النظام الجزائري تبون الجزائر الجزائرية في الجزائر كابرانات الإعلام الجزائري الشعب الجزائري النظام الجزائري إعلام الجزائر نظام الكابرانات المخابرات الجزائرية والجزائر البوليزاريو في الجزائر ما في الجزائر اللي كتهضر الجزائر نظام الكابرانات الجزائرية الجزائري نظام الكابرانات والأمن الجزائري لا يصح إلا الصحيح. كاع وقته هذايا. انت لو كان ما تنسكش من فمك مانيش عارف منين تنسك. شدوا رواحكم. يعني كاين مواهب في المغرب خاصهم الدعم. الجميع شوف الاغلبيه هذا اول حاجه كنشكروا سي جلاله الملك صلى الله عليه وسلم. جلالة الملك رضي الله عنه. نهار اسود ايه ده يا جدع ده؟ زاد محمد السادس الله يجيب لي الله يجيب لي الشفاء ان شاء الله. نقدم لك وسيم المتوحش من مملكة بوشبير. واش عندك تقول؟ انا هاد الشيء ماشي كنصطنعو، لا انا هذه هبه ربانيه وقبول رباني عطاه لي سيدي ربي. انا فاش كنت داير داك الاستجواب كنت كنهضر على اللي وسخو سيدي علي وانا كندور وكنرجع لك المثليه وصحابات الشعورات وثاني صحابات الشفار وثاني صحابات الطفار الله يرحم باك كيتم دايز كتبقاي انت وامك ولا انت وخوك كتقولي ولي واش هذاك بنت ولا دري. يعطيك الصحه يا الحركي. اما انا باقي يهضروا عليا انا شخصيتي بين مول البركه بين العربي بين دري صوتهم بنت ولكن مملوك. واش خروف معروف. صح مولاي والله لا خروفه. لان اختي سلمى انا كانت في شي حاجه نحسن رجلي. اول حاجه وين رجلها ندير لهم تحسينه هكا ما نخلي حتى حاجه فيهم ردهم بولق رجيلاتي. ميرسي بوس. وكانت فيها شي حاجه نتاع الفساد نحيد اللحيه. وثاني ونمشي ندير السمايل هوليود. وثاني وتلقيني انا مركب داك الشيء حاشا وجهك. بو هذا وسيم والمتوحش وراه ما جاش. قدامك
وعندي عادي، ولكن لا، انا عندي عائله، انا عندي احباب، انا مورايا ناس اللي هما كيحبوني، جنود الخفاء انا كنسميهم. علاش ما نذكرش انا الاسماء او لا نذكر الخدامي ديالهم ولا غادي نسير؟ انا عندي ناس مورايا، الله ينصرهم، الله يسهل لهم الامور ديالهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء النور، مساء الخير إخواني أخواتي المغاربة أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، باش ما كان نطولش عليكم بزاف. واش عندك تقول؟ تخيلي معايا والمغاربه شدوا في راسكم مزيان باش تبقاو تعرفوا ظروف، باش تبقاو تعطيو ظروف التخفيف لبعض الناس في الشارع. تخيلوا معايا بانه مغربي على كل 2 المغاربه مصاب بامراض عقليه. قل والله، يعني 48% من المغاربه مصابين بامراض عقليه. هذا المقال عقليه ولا نفسيه دكتور؟ لا مونتال، نفسي، لا مونتال، عقليه. كان اليوم الوطني للسلامه النفسيه، الصحه النفسيه يوم امس 10 اكتوبر. لا البارح اليوم نعم 10. انا كنهضر على البحث اللي دارت امراض عقليه سميتهم بالفرنسيه لي تروبل مونتو. أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم بجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة بجهة الدار البيضاء سطات على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مركب جوي لاستقبال وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الأمراض العقلية والنفسية. هي مرحلة جديدة تدخلها بلادنا، مرحلة تتميز بإطلاق أشغال بناء مستشفى الأمراض النفسية بالمدينة، فضلا عن مستشفى الأمراض النفسية لأكادير. هذا الأخير ستبلغ طاقته السريرية 120 سريرا، وستشتمل على مستشفى النهار وخدمات الطب النفسي والطب النفسي للأطفال والطب النفسي للمسنين وأخرى للطب الإدمان. المركب الجهوي لاستقبال وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الأمراض العقلية والنفسية، الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال بنائه بجماعة سيدي حجاج بإقليم مديونة ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن. هذه كانت نعمة نعمها علينا الله، اللي ولينا كنخرجوا معطيات. اخواني يمكن هنا غادي نوقف، ما كنبغيش نطول عليكم بزاف، والله العظيم حلقه زوينه بزاف، ولكن ما كنبغيش نطول عليكم بزاف باش ما تكونش الحلقه ممله. اللي بغيت نقول لكم كنحييكم بزاف وكنشكركم بزاف.